انت عارف ايه اللي حصل لما وصلت لأول 1,000,000 جنيه في حياتي؟ الناس اللي كانوا بيشجعوني اتقلبوا عليا. صحابي اللي كانوا بيقولوا يلا يا بطل كمل بقوا يقولوا ده بقى متكبر نسي نفسه. وانا كنت قاعد لوحدي في شقتي الجديدة حاسس اني غلطان، حاسس ان النجاح ده جاب لي عزلة مش سعادة. بس المشكلة ما كانتش في النجاح، المشكلة كانت إني لسه شايل جوايا نفس العقلية اللي جابتني للمليون الأول ومش عايز أسيبها. وده بالظبط اللي هيخليك عايش في نفس المكان للأبد. النهاردة هقولك الحقيقة اللي بتفرق بين واحد فضل يجري في نفس المكان وواحد طلع فوق وبقى أسطورة. الحقيقة دي مش هتلاقيها في كتب التنمية البشرية الرخيصة، مش هتسمعها من الكوتشز اللي بيبيعوك أحلام على السوشيال ميديا. دي الحقيقة اللي الناجحين الحقيقيين بيخبوها عشان انت ما توصلش. النهاردة هتفهم ليه كل ما بتكبر لازم تسيب حاجة ورا، ليه الناس بتهاجمك لما تنجح، وازاي دماغك مش الفلوس ولا الحظ هي اللي بتصنع واقعك. لو مستعد تسمع الكلام ده يلا بينا. تعرف ايه اكبر عدو ليك في رحلة النجاح؟ مش الفلوس، مش الظروف، مش حتى المنافسين. اكبر عدو هو الكومفورت زون بتاعتك. خليني اقولك حاجة، كل مرحلة نجاح جديدة في حياتك محتاجة نسخة جديدة منك. يعني ايه؟ يعني اللي وصلك هنا مش هو اللي هيوصلك هناك. في واحد صاحبي كان بيكسب 20,000 في الشهر من شغله، راضي مبسوط عايش حياة كويسة. قعد 2 سنين نفس الراتب نفس الروتين نفس الدايرة، بس جواه كان في صوت صغير بيقوله انت تقدر على اكتر. يوم واحد قرر يسيب الشغل يفتح بزنس صغير. أول 6 شهور خسر فلوس، اتريق عليه، الناس قالت له كنت مرتاح ليه سبت؟ لكن هو فهم حاجة مهمة، إنك عشان تطلع لمستوى جديد لازم تموت نسخة قديمة منك، تسيب المعتقدات اللي كانت بتحميك لكن دلوقتي بقت سجن. وعشان كده لما سابها في أقل من سنة وصل ل100,000 شهرياً. السؤال، انت لسه ماسك في ايه وخايف تسيبه؟ طيب تمام، قررت تسيب الكومفورت زون، بدأت تتحرك، بدأت تنجح. بس استنى، في مشكلة جديدة، الناس اتقلبت عليك. ده مش خيالي، ده حقيقي زي الشمس. لما كنت في البداية الكل كان معاك، ما شاء الله ربنا يوفقك، يلا يا نجم كمل. لكن لما بدأت فعلا تعديهم، لما رتبتك بقى أعلى منهم، لما عربيتك بقت أحسن، لما بدأت تسافر وهم لسه في نفس المكان، الموضوع اتغير. بقوا يقولوا ده بيتفلسف، أكيد بياخد فلوس حرام، كان زمانه أحسن، دلوقتي بقى وحش. وانت بتقول لنفسك أنا غلطت في إيه؟ الحقيقة انت ما غلطتش في حاجة. اللي حصل إن نجاحك فكرهم بفشلهم، تقدمك وراهم المكان اللي هم اختاروا يقفوا فيه. وعشان كده بدل ما يتحركوا هم قرروا يشدوك لتحت. في مثل بيقول الناس بتحبك وانت طالع، لكن بيكرهوك لما تعديهم، مش عشان انت وحش، لكن عشان انت مراية بتوريهم اختياراتهم. وعشان كده القاعدة الذهبية، لو عايز تطير ابعد عن الفراخ. السؤال التاني، مين في حياتك دلوقتي بيشدك لتحت وانت خايف تبعد عنه؟ طيب، سبت الناس السلبية، سبت الكومفورت زون، بس لسه في مشكلة، انت لسه مش مؤمن انك تستاهل. خليني أقول لك سر، حياتك النهاردة هي نتيجة أفكارك من 6 شهور، مش الحظ، مش الفلوس، مش الواسطة. أفكارك، مشاعرك، أفعالك المتكررة. لو كل يوم صاحي وانت بتقول أنا فاشل، مش هينفع معايا، الدنيا صعبة، يبقى دماغك هيصدق وهيخلق لك واقع يثبت الكلام ده. بس لو صحيت كل يوم وقلت أنا قادر، أنا بتعلم، أنا ماشي صح، دماغك هيبدأ يدور على فرص تثبت ده. في رجل أعمال أمريكي اسمه أليكس هورموزي قال جملة عبقرية: You have to be the person who has $10 million before you get $10 million. يعني لازم تبقى الشخص اللي يستحق 10 مليون قبل ما تمسكهم فعلا. ده مش كلام فاضي، ده علم. الدماغ بتاعتك بتشتغل بنظام ال RAS. النظام ده بيخليك تشوف بس اللي انت مؤمن بيه. مثال، لو انت مؤمن انك فقير
مش هتشوف الفرص، لكن لو مؤمن إنك غني هتبدأ تشوف فرص في كل حتة. وعشان كده لازم تغير الحوار الداخلي بتاعك. لازم تبقى الشخص أولاً والنتائج هتيجي ثانياً. السؤال الثالث، انت بتقول لنفسك ايه كل يوم؟ دلوقتي انت فاهم لازم تسيب الماضي، لازم تبعد عن الناس السلبية، لازم تغير أفكارك. بس في حاجة كمان، لازم تحب الألم. أيوة، سمعت صح، الألم هو أعظم معلم في حياتك. انت مش هتتغير وانت مرتاح، مش هتتغير وانت قاعد على الكنبة بتتفرج في نتفليكس، مش هتتغير وانت في السيف زون. التغيير الحقيقي بيجي من الألم. لما تفشل، لما تخسر، لما حد يقولك لأ، ساعتها بس بتكبر. في مدرب أمريكي بيقول إذا مشاكلك مش كبيرة يبقى حياتك مش كبيرة. يعني إيه؟ يعني لو أنت قاعد في مشاكل صغيرة، راتبي قليل، الأكل مش عاجبني، الجو حر، يبقى أنت لسه في حياة صغيرة. لكن لو مشاكلك إزاي أوسع الشركة، إزاي أخدم 10,000 عميل، إزاي أبني فريق من 100 واحد، يبقى أنت في حياة كبيرة. وعشان كده القاعدة، المشاكل الكبيرة علامة على حياة كبيرة. ما تهربش من الألم، استقبله، قول له تعالى يا صديقي، أنت جاي تعلمني إيه النهاردة؟ السؤال الرابع، أنت هربان من أنهي ألم دلوقتي؟ طيب، أنت دلوقتي ماشي صح، بتواجه الألم، بتغير أفكارك. بس في ناس بتقولي أنا مش واثق في نفسي، أنا بخاف لما أقف قدام الناس، أنا حاسس إني مش كفاية. تعرف ليه؟ عشان السمعة بتاعتك مع نفسك وحشة. الثقة بالنفس مش إنك ما تبقاش متوتر، الثقة بالنفس هي الحوار اللي جواك عن نفسك. لما تقول لنفسك أنا هصحى الساعة 5، أنا هروح الجيم، أنا هشتغل على البروجكت ده، وبعدين تعمل كده فعلا، ده اللي بيبني الثقة. لكن لما تقول بكرة هبدأ، وبكرة يجي وانت لسه على السرير، انت بتكسر ثقتك في نفسك. في رجل أعمال بيقول confidence is built in private، يعني الثقة بتتبني في الخفاء، في اللحظات اللي محدش شايفك فيها، لما تلتزم بوعودك لنفسك، لما تحتفل بإنجازاتك الصغيرة. وعشان كده القاعدة الذهبية، لو انت مش بتحترم نفسك محدش هيحترمك. السؤال الخامس، انت كسرت كام وعد لنفسك الأسبوع اللي فات؟ دلوقتي انت بتبني ثقتك، بتواجه الألم، بتغير عقليتك. بس في ناس بتقع في فخ جديد، بيقولوا أيوة لكل حاجة، كل فرصة، كل دعوة، كل طلب، وبعدين بيلاقوا نفسهم تعبانين، مش عارفين يركزوا، مشتتين. الحل سياسة الهيل يس اور هيل نو. يعني إيه؟ يعني لو الفرصة مش بتخليك تقول ياه ده عظيم، يبقى الإجابة لأ. ولأ جملة كاملة، مش محتاج تبرر، مش محتاج تعتذر. لأ، هي احترامك لوقتك. لما ترفض الفرص الوسط بتفتح مكان للفرص العظيمة. وعشان كده القاعدة، قول لأ للكويس عشان تقول أيوة للعظيم. السؤال السادس، انت قلت أيوة لإيه وكان المفروض تقول لأ؟ آخر حاجة وأهم حاجة، ما تاخدش نصيحة من حد انت مش عايز تبقى مكانه. في ناس كتير هتقولك اعمل كذا، ما تعملش كذا، أنا جربت وفشلت، ما تجربش انت. بس السؤال، حياة الشخص ده عاملة ازاي؟ لو واحد غني بس صحته وحشة وولاده كارهينه وعايش في ضغط، ده مش المنتور بتاعك. لو واحد ناجح بس أخلاقه وحشة وبيضحك على الناس، ده مش القدوة بتاعك. اختار بس الناس اللي حياتهم كلها مش بس الفلوس، عايز تبقى زيهم. وعشان كده القاعدة الأخيرة، النصيحة من اللي انت مش عايز تبقى مكانه سم. السؤال الأخير، مين اللي بتسمع منه ومش عايز تبقى مكانه؟ خلاص، دلوقتي انت عندك الخريطة، عندك الأسلحة، بس في سؤال واحد بس باقي، هتعمل ايه بيها؟ أنا عارف إنك خايف، عارف إن جواك صوت بيقولك أنا مش قدها، بس خليني أقولك حاجة، الخوف ده علامة إنك على الطريق الصح. لو ما كنتش خايف يبقى أنت مش بتكبر. وعشان كده أنا عايزك تفتكر الجملة دي، اللي خايف من الموجة ما يبنيش قصور على البحر. النجاح مش للناس اللي ما بتخافش، النجاح للناس اللي بتخاف وتتحرك على أي حال. دلوقتي دورك، لو الفيديو ده أثر فيك اعمل له لايك،
لو حسيت إنه ممكن يغير حياة حد ابعتهوله، ولو عايز المزيد من الحقايق دي اشترك في القناة عشان القادم أقوى. أنا معاك وإنت قدها. سلام.